جاهزين يا ابطال؟ يلا نبدا احلى مراجعه للرياضيات سنه ثالثه ابتدائي. بس قبل ما نبدا انا عندي ليكم تحدي خطير جدا. في اخر الفيديو هسالك سؤال، لو جاوبته صح انت ليك عندي مفاجاه. بس خلي بالك ما تستعجلش، عشان تجاوب السؤال ده انت لازم تركز معايا في كل ثانيه. يعني كل جزء في الفيديو ده فيه فكره هتساعدك تفهم وتتفوق وتجيب الدرجه النهائيه باذن الله. طب النهارده هنحل مع بعض اصعب الاسئله اللي انت ممكن تيجي في الامتحان تحس انها صعبه، لكن لما نفهمها سوا ان شاء الله النهارده هتقول ايه ده، دي سهله جدا. طيب احنا فاضل لنا حاجه واحده بس، ايه هي يا بطل الحاجه دي؟ ان انت تشغل مخك معايا وتركز معايا في كل دقيقه في الفيديو. تمام، يلا بينا نبدا. اول حاجه بيقول لك ايه؟ بيقول لك العدد كام من عوامل 20. طب انا حليت المساله دي ازاي؟ انا حليت المساله دي لما سالت ال20 يا 20 هو انت كام في كام؟ فقالت لي انا 2 في 10. طب هل في 2 وفي 2 وفي 10؟ قال لك لا، سيبها واسال ال20 تاني، هو انت كام في كام؟ قالت له انا 4 في 5. طب في هنا 5؟ لا في 4. ايوه، فعشان كده احنا اخترنا ايه؟ اخترنا ال4. اتفقنا؟ طيب يعني ايه مضاعفات العدد 10 اساسا؟ يعني ايه كلمه مضاعفات بس عشان تبقى عارف؟ مضاعفات يعني ناتج جدول الضرب. يعني ايه مضاعفات؟ يعني ناتج جدول الضرب. طيب ناتج الجدول بتاع 10 ده رقم الأحاد بتاعه بيبدأ يعني رقم الأحاد هيكون كام؟ طب تعال نشوف الرقم الأحاد ده اللي هو الأولاني. 10 في 1 ب10، 10 في 2 ب20، 10 في 3 ب30. معنى كده إن جدول 10 الرقم الأحاد بتاع جدول الضرب كله بتاعه بادئ بزيرو، عشان كده إحنا اخترنا زيرو الرقم الأحاد بتاع 10. متوازي الأضلاع به كام زوج من الأضلاع المتوازية؟ لازم تفهم يعني ايه كلمة زوجان اصلا، ويعني ايه كلمة زوج واحد، ويعني ايه 3 ازواج. اعرف على طول ان الزوج الواحد بضلعين. ضلعين. الزوج الواحد بكام؟ بضلعين. انا رسمت لك هنا ايه؟ متوازي الاضلاع اهو. متوازي الاضلاع كل 2 قصاد بعض متوازيين. يبقى انا عندي هنا ادي 1 وادي 2، اللي قدام بعض دول زي الشوز اللي انت بتلبسه بالظبط. ينفع تلبس فردة واحدة؟ لا، هلبس الفردتين. فمعنى كده ان الزوج بيبقى 2. الزوج بيبقى كام؟ 2. لما يقول لك زوج واحد اعرف انه 2 ضلعين. ادي 1 2، يبقى الزوج واحد كام؟ ضلعين. هل المتوازي فيه زوج واحد بس من الاضلاع ولا زوجان؟ ده كده زوج. طب واللي فوق واللي تحت؟ ادي 1 ادي 2، وكده برضو ده ضلعين كمان يبقى زوج. يبقى هو زوجان ولا زوج واحد ولا 3 ازواج؟ هو كده الزوجان المفروض تبقى كام؟ تبقى ضلعين وضلعين، يبقى 4. يبقى المتوازي فيه كام؟ ها، في كام زوج من الأضلاع المتوازية؟ ادي زوج وادي زوج، يبقى أنا عندي كام؟ زوجان. بيقول لك هنا 6 زائد 6 زائد 6. كتير جدا في الأولاد بيتلخبطوا. أنا عايزك تعمل كده مربع وتعتبر اللي يساوي دي مراية. تعتبر اللي يساوي دي ايه؟ مراية. يعني ايه مراية بقى؟ يعني انا عندي هنا 3 ستات اهم. اتفقنا؟ طيب معنى كده ان هما اتكرروا كام؟ جت منين التلاتة دي؟ جت ان الستة متكررة 3 مرات اهي. ادي 1 ادي 2 ادي 3. طيب يبقى 3 في كام؟ ما احنا مرة هنحط العدد بتاع التكرار ومرة هنحط الرقم اللي اتكرر. هي ال3 دي كام؟ الرقم ولا العدد بتاع التكرار؟ لا، ال3 دي العدد بتاع التكرار. ادي 1 وادي 2 وادي 3. حلو جدا. يبقى 3 في كام؟ 3 في 6. بيقول لك اذا كانت الساعة 3:45 فعقرب الدقايق ساعتها هيشاور على انهي رقم في الساعة. لما تكون الساعة 3:45 العقرب الكبير بتاع الدقايق هيشاور على انهي؟ تعالى نعملها مع بعض هنا عشان انت ما تعملها بعد كده لوحدك وما تتلخبطش. هنا انا بس هرسم لك الساعة كده عشان تبقى فاهم. ركز معايا. هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. كل ما عليك لما يقول لك العقرب بتاع الدقايق هيشاور على كام هتعمل كده. ادي 5 عند الواحد 5، ادي 2. يعني ايه بقى 2؟ كده 5 وكده 10. كل لفة ب5 دقايق. 15 20 25
30 35 40 45. يبقى العقرب هيروح فين؟ عند التسعة. طب يا مس رغدة وانا هقعد كل شوية هعملها في الامتحان؟ لا، في الامتحان تعمل كده لما يبقى 3 45 وعقرب الدقيقة عايز يعمل كده، تعمل لي ايدك كده وبعدين عد بقى 5 ادي كده العقرب على رقم 1 10 15 20 25 30 35 40 45. كام صباع طلعوا عندك؟ 9. اعتبر ال9 دي الرقم اللي هيقف عنده عقرب الدقايق. جاهزين يا ابطال؟ يلا نبدا احلى مراجعه للرياضيات سنه ثالثه ابتدائي. بس قبل ما نبدا انا عندي ليكم تحدي خطير جدا. في اخر الفيديو هسالك سؤال، لو جاوبته صح انت ليك عندي مفاجاه. بس خلي بالك ما تستعجلش، عشان تجاوب السؤال ده انت لازم تركز معايا في كل ثانيه. يعني كل جزء في الفيديو ده فيه فكره هتساعدك تفهم وتتفوق وتجيب الدرجه النهائيه باذن الله. طب النهارده هنحل مع بعض اصعب الاسئله اللي انت ممكن تيجي في الامتحان تحس انها صعبه، لكن لما نفهمها سوا ان شاء الله النهارده هتقول ايه ده، دي سهله جدا. طيب احنا فاضل لنا حاجه واحده بس، ايه هي يا بطل الحاجه دي؟ ان انت تشغل مخك معايا وتركز معايا في كل دقيقه في الفيديو. تمام، يلا بينا نبدا. اول حاجه بيقول لك ايه؟ بيقول لك العدد كام من عوامل 20. طب انا حليت المساله دي ازاي؟ انا حليت المساله دي لما سالت ال20 يا 20 هو انت كام في كام؟ فقالت لي انا 2 في 10. طب هل في 2 وفي 2 وفي 10؟ قال لك لا، سيبها واسال ال20 تاني، هو انت كام في كام؟ قالت له انا 4 في 5. طب في هنا 5؟ لا، في 4. ايوه، فعشان كده احنا اخترنا ايه؟ اخترنا ال4. اتفقنا؟ طيب يعني ايه مضاعفات العدد 10 اساسا؟ يعني ايه كلمه مضاعفات بس عشان تبقى عارف؟ مضاعفات يعني ناتج جدول الضرب. يعني ايه مضاعفات؟ يعني ناتج جدول الضرب. طيب ناتج الجدول بتاع 10 ده رقم الأحاد بتاعه بيبدأ يعني رقم الأحاد هيكون كام؟ طب تعال نشوف الرقم الأحاد ده اللي هو الأولاني. 10 في 1 ب10، 10 في 2 ب20، 10 في 3 ب30. معنى كده إن جدول 10 الرقم الأحاد بتاع جدول الضرب كله بتاعه بادئ بزيرو، عشان كده إحنا اخترنا زيرو الرقم الأحاد بتاع 10. تعال نشوف اللي بعده. بيقول لك متوازي الأضلاع. نقط من الأضلاع المتوازية ليه زوجان ولا زوج واحد ولا 3 أزواج؟ خلي بالك عشان تبقى عارف أصلا المسألة دي معناها إيه. الزوجان اللي هو ضلعين. الزوجان اللي هما كام؟ ضلعين. طب تعالى نرسم متوازي الأضلاع عشان أشوف في كام ضلع. متوازي الأضلاع أهو متوازي الأضلاع. طب يا ترى ده فيه كام ضلع؟ تعالى نشوف كده. آدي 1 وآدي 2. طالما 1 و2 فأنا كده اعتبرت دول إيه؟ زوجان ولا زوج واحد ولا 3 أزواج؟ ركز معايا. أول حاجة يعني إيه زوج واحد؟ في حاجة غلط. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متوازي الأضلاع به كام زوج من الأضلاع المتوازية؟ لازم تفهم يعني إيه كلمة زوجان أصلا، ويعني إيه كلمة زوج واحد، ويعني إيه 3 أزواج. اعرف على طول إن الزوج الواحد بضلعين. ضلعين. الزوج الواحد بكام؟ بضلعين. أنا رسمت لك هنا إيه؟ متوازي الأضلاع أهو. متوازي الأضلاع كل 2 قصاد بعض متوازيين. يبقى أنا عندي هنا أدي 1 وأدي 2، اللي قدام بعض دول زي الشوز اللي أنت بتلبسه بالظبط. ينفع تلبس فردة واحدة؟ لأ، هلبس الفردتين. فمعنى كده إن الزوج بيبقى 2. الزوج بيبقى كام؟ 2. لما يقول لك زوج واحد اعرف إنه 2 ضلعين. أدي 1 2، يبقى الزوج واحد كام؟ ضلعين. هل المتوازي فيه زوج واحد بس من الأضلاع ولا زوجان؟ ده كده زوج. طب واللي فوق واللي تحت؟ أدي 1 أدي 2، وكده برضو ده ضلعين كمان يبقى زوج. يبقى هو زوجان ولا زوج واحد ولا 3 أزواج؟ هو كده الزوجان المفروض تبقى كام؟ تبقى ضلعين وضلعين، يبقى 4. يبقى المتوازي فيه كام؟ في كام زوج من الأضلاع المتوازية؟ أدي زوج وأدي زوج، يبقى أنا عندي كام؟ زوجان. تعال نشوف اللي بعدها. بيقول لك هنا 6 زائد 6 زائد 6.
كتير جدا في الأولاد بيتلخبطوا. أنا عايزاك تعمل كده مربع وتعتبر اللي يساوي دي مراية. تعتبر اللي يساوي دي إيه؟ مراية. يعني إيه مراية بقى؟ يعني أنا عندي هنا 3 ستات أهم. اتفقنا؟ طيب معنى كده إن هما اتكرروا كام؟ جت منين التلاتة دي؟ جت إن الستة متكررة 3 مرات أهي. أدي 1، أدي 2، أدي 3. طيب يبقى 3 في كام؟ ما احنا مرة هنحط العدد بتاع التكرار ومرة هنحط الرقم اللي اتكرر. هي التلاتة دي كام؟ الرقم ولا العدد بتاع التكرار؟ لا، التلاتة دي العدد بتاع التكرار. ادي 1 وادي 2 وادي 3. حلو جدا. يبقى 3 في كام؟ 3 في 6. تعال نشوف اللي بعدها بقى وركز معايا. بيقول لك إذا كانت الساعة 3:45 فعقرب الدقايق ساعتها هيشاور على أنهي رقم في الساعة. لما تكون الساعة 3:45 العقرب الكبير بتاع الدقايق هيشاور على أنهي. تعال نعملها مع بعض هنا عشان أنت ما تعملها بعد كده لوحدك وما تتلخبطش. هنا أنا بس هرسم لك الساعة كده عشان تبقى فاهم. ركز معايا. هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. كل ما عليك لما يقول لك العقرب بتاع الدقايق هيشاور على كام هتعمل كده. ادي 5 عند الواحد 5، ادي 2. يعني ايه بقى 2 كده 5 وكده 10. كل لفة ب5 دقايق. 15 20 25 30 35 40 45. يبقى العقرب هيروح فين؟ عند التسعة. طب يا مس رغدة وانا هقعد كل شوية هعملها في الامتحان؟ لا، في الامتحان تعمل كده. لما يبقى 3:45 وعقرب الدقايق عايز يعمل كده تعمل لي ايدك كده وبعدين عد بقى. 5 ادي كده العقرب على رقم 1. 10 15 20 25 30 35 40 45. كام صباع طلعوا عندك؟ 9. اعتبر ال9 دي الرقم اللي هيقف عنده عقرب الدقايق. اتفقنا هتعمل ايه لما يقول لك كده؟ طيب بيقول لك المسألة دي عدد عوامل العدد 4 بيساوي كام؟ لما يقول لك كده ما تتسرعش، ركز معايا هنعمل ايه بالترتيب. عدد عوامل العدد 4 هو عايز كام شخص اشتركوا في عملية ضرب 4. لما يقول لك عدد عوامل العدد 4 يبقى انت لازم تعرف مين في مين يدينا 4 كلهم، لازم تكتبهم هنا عشان يبقوا باينين قصادك. تعال نشوف كده مين في مين يدينا 4. 2 في 2 ومين كمان 4 في 1. صح كده؟ في حد تاني يدينا 4؟ قال لك لا. تعال نحسب بقى كم شخص اشترك او كم عامل في العدد 4. ادي 1، احنا هناخد 2 واحدة مش هينفع نكرر حاجة. ادي 1 ادي 2 ادي 3. يبقى كام عامل يا باشا؟ 3 عوامل. 3 عوامل. اتفقنا؟ طيب لما بيقول لك احد عوامل العدد 8 يعني ايه احد عوامل العدد 8؟ يعني مين في مين عطاني 8. يلا نشوفها. مين في مين؟ لازم تكون حافظ جدول الضرب كويس جدا. 4 في 2 هل في واحد منهم هنا؟ في مين؟ في 4. يبقى انا هاخد رقم 4. طب تعالى نشوف اللي بعدها. اللي بعدها بتقول ايه؟ فاكر المراية اللي انا قلت لك عليها من شوية اهي؟ صندوق اهو وفي مراية. طيب صندوق وفي مراية معناها ايه دي؟ طيب بيقول لك هنا 4 زائد 4 زائد 4. فواحد يقول لي يا مس انا عايز اعرف دلوقتي ال4 مش موجودة وال2 دي متكررة مرتين ودول 3، انا اعمل ايه؟ تعمل ايه بقى في الحالة دي؟ ركز. في الحالة دي انا مضطر اجمع. مضطر ايه؟ اجمع دول كام؟ 4 و4 كام؟ 8 و4 كمان 12. اكتبها فوقيها واعملها في دايرة. حلو. يبقى 12 هنا روح اسأل الاتنين اتضربت في كام عطتني 12 عشان تعرف مين اللي هنا. يبقى لما تيجي مسألة زي كده اعملها زي ما انا قلت لك 2 في 6. فهمتني؟ تعال نشوف اللي بعدها. العدد 15
من مضاعفات. يعني ايه كلمة من مضاعفات؟ يعني يساوي 15. يعني ايه؟ يعني مين هنا؟ مين اللي هنا؟ مين فيه عدد فعدد يديني 15؟ يبقى انا كده عرفت من مضاعفات التلاتة ومن مضاعفات الخمسة، لان 3 في 5 بكام؟ 15. تعال نشوف اللي بعدها. بيقول لك العدد كام من مضاعفات العدد 3. احنا اتفقنا ايه؟ يعني ايه مضاعفات؟ يعني جدول ضرب 3. فانت في الحالة دي هتمسك جدول ضرب 3. 3 في 1 ب3 مش موجودة. 3 في 2 ب6 مش موجودة. 3 في 3 9 مش موجودة. 3 في 4 ب12. انا هعمل كده كل شوية. ايوه، ما احنا قلنا الرياضة بازل، لازم تحل بالطريقة اللي قلنا عليها عشان توصل. يبقى 3 في 4 بكام؟ ب12. انا لقيت ال12 هنا اروح معلم عليها. طيب يا مس رغدة، المسألة دي حلها ازاي؟ اوعى تحل على طول من غير ما تحلل المسألة. لازم نضرب ده في ده ونحطهم هنا على جنب، ولازم تقسم ده وتحطه على جنب، واللي هيطلع تشوف مين اكبر من مين. 3 في 8 بكام؟ لازم تكون حافظ جدول الضرب كويس. 3 في 8 ب24. و24 على 4، عشان لو حد مش فاهم يعني ايه كلمة على. يعني 4 اتضربت في كام؟ عطتني 24. القسمة من هنا الضرب الناحية التانية على طول، الضرب يعكسها. اسأل الصغير اتضربت في كام؟ عطتني ال 24. اتضرب في 6. صح؟ يبقى مين الأكبر؟ أكيد من غير ما نفكر ال 24. هحللك كل المسائل الصعبة اللي بتقابلك واللي انت مش بتعرف تحلها وفيها مشكلة. موضوع الوقت والناس بتتلخبط فيه، انا عندك على البيج قلب كده هتلاقي انا عملت لك فيديو فيه ازاي تعمل نهاية الوقت، وازاي تجيب بداية الوقت، وازاي تجيب الوقت المستغرق. هتلاقي الفيديو عندنا في صفحة طفلك يتعلم ببساطة. تمام؟ طيب القوانين دي لازم تكتبها في ورقة وتحفظها. بيقول لك بدأت رنا القراءة الساعة 7 مساء. أول ما يقول لك بدأت اكتب على طول فوقيها إيه؟ البداية. كده عرفت أنا معايا البداية. وانتهت في الساعة 7:25. تروح كاتب إيه؟ فوق 7:25 النهاية. يبقى أنا عندي بداية وعندي نهاية. فإن عدد الدقائق التي قرأت فيها نور في النص، يعني ده اسمه الوقت المستغرق. الوقت اللي في النص ده أنا مش عارفه أجيبه إزاي. أنا قلت لك قبل كده في الفيديو اللي فات، عشان تجيب الوقت المستغرق تعمل إيه؟ اطرح النهاية ناقص البداية. اطرح نهاية الوقت ناقص بداية الوقت. تعال نطرحه كده. هنحط الرقم الكبير الأول اللي هو إيه؟ 7:25 دقيقة ناقص 7. طب يا مس رغدة أنا مش عارف أطرح كده. احنا ممكن نطرح قدام هنا وانت تعملها كأنها هامش في الصفحة بتاعتك. هنعمل كده 7:25 ناقص 7 ساعات. هعملها ازاي؟ 5 ناقص 0 هي ال5. 5 هطرح منها 0، 2 هطرح منها 0 يبقى 2، وال7 ناقص 7 مفيش تعمل كده. يبقى جنب اليمين ده الدقايق. يبقى كام الوقت المستغرق؟ 25 دقيقة. كام الوقت المستغرق؟ 25 دقيقة. طيب تعال نشوف اللي بعدها. بيقول لك إذا كان كل ثعلب. أنا بقى عايزاك تاخد بالك من كلمة كل أوي أوي أوي. أول ما تجيلك كلمة كل اعمل لي علامة عليها كده، ولاحظ إن كده أنا هقسم زي كلمة تقسيم وكلمة توزيع. إذا كان كل ثعلب يجب أن يأكل كام؟ 6 حشرات، وتوجد 24 حشرة. عدد الثعالب اللي يمكن إطعامها كام؟ أنا قلت لك في حاجات بنكونها مع بعض، بنفتكر مع بعض الإيه؟ التركات اللي إحنا قلنا عليها عشان ما تنساش. لقيت كلمة كل تعمل إيه على طول؟ زي تقسيم وتوزيع. اقسم. يبقى أنا عندي هقول إيه بقى؟ عدد الثعالب. خلاص؟ هتروح جايب الرقم الكبير 24 على 6 فيها كام؟ طب أنا أقسم إزاي؟ في الحالة دي فوق اليساوي هتعمل فيه واسأل ال6 اتضربتي في كام هنا؟ عطيتيني 24. اتضربتي في 4. اتفقنا؟ تعال نشوف اللي بعدها.
الشكل الذي به ضلعان متقابلان متوازيان، بس قال لك كلمة فقط هنا. يعني ايه فقط؟ يعني ضلعين بس، ضلعين بس متقابلين كده عمرهم ما يتقابلوا في نقطة، ضلعين بس. تعال نشوف وهحلل لك كل شكل واقول لك ده ينفع يتقابلوا ولا لا. بص يا سيدي، المربع، هرسم لك مربع. شايف الضلعين دول مهما يمشوا لحد اخر الدنيا عمرهم ما هيتقابلوا، خلاص. وشايف الضلعين دول ماشيين كده جنب بعض متوازيين، عمرهم ما هيتقابلوا. يبقى انا عندي كده ضلعين وادي ضلعين، عندي 4. هو عايز ايه؟ ضلعان فقط، يبقى مش ده، صح. تعال نشوف المعين. المعين كده ماله المعين؟ اهو المعين دول لو مشوا لحد اخر الزمن مش هيتقابلوا، ودول لو مشوا لحد اخر الوقت مش هيتقابلوا. يبقى انا كده عندي 4 اضلاع متوازية، يبقى برضو مش المعين، مش ضلعين. تعال نشوف المستطيل. المستطيل اهو انا عندي برضو 2 اهم، دول لو مشوا لحد اخر الدنيا مش هيتقابلوا، ضلعين اهم. ودول لو مشوا لحد اخر الدنيا مش هيتقابلوا، يبقى مش المستطيل. تعال نشوف بقى مع بعض شبه المنحرف. شبه المنحرف كده، تمام. طب ما انا عندي ضلعين مش هيتقابلوا يا مس راغده اهم، لو مشوا لحد الاخر مش هيتقابلوا، ضلعين اهم. طب بص على الضلعين التانيين كده، تعال طول الضلع ده لحد فوق، وتعال طول الضلع ده لحد فوق، اتقابلوا في نقطه هنا ولا لا؟ اتقابلوا في نقطة. يبقى أنا عندي ضلعين بس متوازيين في شبه المنحرف. أول ما يقول لك الشكل اللي فيه ضلعين فقط متقابلين متوازيين، تقول له إيه؟ شبه المنحرف. بصوا بقى، في أولاد كتير جدا بتتلخبط في خاصية التوزيع. أنا عايزاكم تركزوا 100% في خاصية التوزيع، وهقول لك فكرة حلوة قوي اعملها عمرك ما هتتلخبط. بيقول لك هنا أوزع إزاي؟ لو جاني سؤال زي كده أعمل له خاصية توزيع إزاي؟ اعمل ده ورايا وعمرك ما هتتلخبط تاني. اعمل لي هنا شقة افتحها، واعمل لي هنا شقة افتحها. اول ما يقولك توزيع افتح شقتين، وزع الورث على شقتين، اتفقنا؟ واعمل بينهم زائد. دي اول خطوة تعملها. وقبل ما نشتغل شوف لي الصغير فين. الصغير يا مس راغده 3. طيب حطهولي في الشقة الاولانية ووراه كلمة فيه، وحطهولي هنا في الشقة التانية وراه علامة فيه. دي اول حاجه هتعملها في التوزيع. لو عملت ده ثابت عمرك ما تتلخبط. اول ما اقول لك توزيع افتح شقتين بينهم زائد، حط الصغير في الشقه الاولى وبعديه فيه، حط الصغير برضو في الشقه الثانيه وبعديه فيه. طب اتحلت المساله؟ قلت لك لا، ده اساس. تعال بقى نشوف اللي بعد كده. الكبير مين؟ 7. هو انا ممكن اقسم السبعه كام وكام يا مس راغده؟ ممكن اقسمها 5 و2. طب اهي 5 واهي 2. خلصت المسألة؟ لا ما خلصتش. تعال نشوف الباقي. هعمل ايه؟ اضرب 3 في 5 بكام؟ ب15، زائد 3 في 2 بكام؟ ب6. طيب 15 و6 كام؟ 21. يبقى المسألة 21. اتفقنا؟ تعال نوزع تاني 8 في 10 برضو، انا عاملهم لك ورا بعض عشان ما تتلخبطش. مس راغده قالت نفتح شقتين بينهم زائد، الصغير نحطه في الشقة الأولى والشقة التانية، حطيته هنا حطيته هنا، ونعمل علامة فيه وعلامة فيه. انت كده بتبني الشقة بتاعتك، تمام؟ تعالى عند الكبير، اقسمه نصين. 10 اقسمها ايه؟ 5 و5. يعني اللي بيتقسم نصين يا مس راغده الكبير. تمام. وتعالى بقى المسألة كده ما خلصتش، لا. 8 في 5 بكام؟ ب40، زائد 8 في 5 بكام؟ برضو ب40. اجمع كده هتبقى 80. تعال نشوف اللي بعدها. 6 في 14 هعملها ازاي بخاصية التوزيع؟ افتح شقتين. انا بعيدها لك كذا مرة عشان تثبت الايه؟ يثبت بنا الشقتين في دماغك. حط الصغير في الشقة الاولى والشقة التانية وبعديهم فيه. اقسم الكبير 14 اقسمها ايه؟ اي حاجة فيها 14 15 16 اقسمها على طول 4 و10 اسهل لك عشان ما تتوهش مني. 4 في 6 ب24، زائد 6 في 10، طبعا اي رقم في 10 حط الصفر ونزل الرقم،
و4 و0 4 2 و6 8 يبقى 84. أعتقد أنت كده حفظت يعني إيه كلمة توزيع. تعال نشوف اللي بعد كده. لو كانت الأعداد 1 و2 و3 و6 هي جميع عوامل عدد ما، فهو عايز يعرف إيه هو العدد ده. أول ما يجيب لك كده ويقول لك لو كانت الأعداد دي عوامل حد، يعني إيه عوامل؟ يعني اشتركوا في عملية ضرب بتاع حد، على طول من غير ما تفكر اختار لي أكبر رقم فيهم اللي هو ال6. طب ما أنا مش فاهم اخترتها ليه يا مس راغدة؟ أهو تعال نشوف. امسك الرقم ده واضربه في 1 طلع ب6، والصغيرين 3 في 2 بكام؟ برضه ب6. يبقى أول ما يقول لك عشان توفر على نفسك الأعداد دي عوامل لمين؟ هات الكبير وحطه. عدد عوامل العدد 16. احنا حلينا المسألة دي فوق، وكويس انها جت تاني عشان ما تتلخبطش. عدد عوامل العدد 16 نعمل ايه؟ شوف مين في مين يديني 16، وبعدين هشوفهم كام شخص اشتركوا في عملية الضرب. يلا نشوف 16 كام في كام؟ 16 في 1. ومين تاني يا مس راغدة؟ و4 في 4. ومين تاني؟ حاول تشوف مين 2 في 8. في تاني قال لك لا، تعالى نحسب كام شخص اشترك في عملية الضرب. ادي 1 ادي 2، هناخد من اللي متكررة دي واحدة بس، وادي دي وادي دي. عد بقى 1 2 3 4 5، يبقى 5 عوامل في العدد. يقول لك هنا ايه؟ 5 و7 من عوامل العدد. انا عايزاك بقى تركز في اللي انا هقول لك عليه. ال5 دي عدد اولي. طب انا مش فاهم يعني ايه اولي اصلا يا مس راغدة. الاولي اللي يتضرب في 1 بس. يعني انت عمرك شفت ال5 ضربت في حاجه عطت لك 5؟ يعني مثلا كام في كام يديني 5؟ 5 في 1. طب في حاجه تانية تديني 5؟ لا خالص. يبقى ده عدد اولي، يبقى اللي يتضرب في 1 بس عدد اولي. طب تعال نشوف ال7. كام في كام يديني 7؟ 1 في 7. طب كام في كام تاني؟ لا مفيش، يبقى ده عدد اولي. يبقى 2 عددان اوليان. الاثنين ايه؟ عددان اوليان. وبيقول لك دول اشتركوا في عملية ضرب مين؟ من عوامل انهي عدد؟ طبيعي هعمل ايه؟ اول ما تلاقي العددين الاوليين موجود، يعني ده اولي وده اولي، وعايز يقول لك من عوامل انهي عدد، اضرب الاثنين في بعض. اضرب ال5 في 7 تدي لك 35. اتفقنا؟ خلاص كده. لو لقيت عددين اوليين وعايزين يعرف هو من عوامل كام، اضربهم في بعض يدوا لك الايه؟ العدد المضاعف. اخر صفحه، اهم صفحه، ركز معايا يا رب تكون استوعبت كل اللي فات. تعال بقى نشوف الحاجات اللي بتلخبط ولادي. يعني ايه عامل مشترك؟ يعني ايه مضاعف مشترك؟ عامل مشترك لكل الاعداد دي ثوابت عايزاك تثبت عليها، احفظها صم، خدها سكرين شوت كده واحفظها. عامل مشترك لكل الأعداد يعني شخص اشترك في كل عمليات الضرب، في كل الأعداد، مشترك مع كل الأعداد. مين هو؟ الواحد. ليه؟ تعال نشوف. 5 في 1 ب5، 6 في 1، 7 في 1، 8 في 1. خلاص؟ يبقى أول ما يقول لك مين هو العامل المشترك لكل الأعداد قول له مين؟ الواحد. طب مين هو المضاعف المشترك لكل الأعداد؟ مضاعف مشترك يعني نتيجة ضرب بس في كل جدول الضرب في كل الأعداد. الزيرو. ليه؟ أصلا لو ضربت أي عدد في زيرو هيطلع لي الزيرو. يبقى المضاعف المشترك، واحنا قلنا المضاعف المشترك قبل كده ايه؟ ناتج جدول الضرب. اتفقنا؟ المضاعف يعني ناتج جدول الضرب. طب مين المضاعف المشترك لكل الأعداد؟ زيرو. طب مين العامل المشترك لكل الأعداد؟ 1. طب لو قال لي مضاعفات العدد 2 أعمل إيه؟ شوف لي جدول ضرب 2. خلاص؟ جدول ضرب 2 الأحاد بتاعه إيه؟ 2 في 0 بزيرو أهو، أدي أول أحاد. 2 في 1 ب2 أهو. 2 في 2 ب4 أهو. 2 في 4 2 في 3 ب6 أهي. 2 في 4 ب8 أهي. يبقى أنا عندي هنا مضاعفات العدد 2 يعني ناتج جدول ضرب 2. طيب وبرضو عايزاك تحفظ دي كويس جدا.
بيقول لك هنا من مضاعفات العدد 5 لازم يكون الآحاد بتاعه يا إما 0 يا إما 5. مضاعفات العدد 5 يعني ناتج الضرب بتاع 5 هتلاقيه يا أوله 0 يا أوله 5. تعال نشوف كده. 5 في 1 ب5، 5 في 2 ب10، 5 في 3 15، 5 في 4 ب20 وهكذا لحد آخر الجدول. معنى كده إن الجدول ضرب 5 لازم أحاده يكون 0 أو 5. عايزاك تثبت دي في دماغك. العوامل بتنتهي. يعني إيه بتنتهي؟ يعني أنا لما أقول مثلا 4 في 5، 4 في 6، 4 في 7 دول اللي بيشتركوا في نتيجة الضرب، فالعوامل هتخلص. يبقى لما يقول لك العوامل بتنتهي هقول له المضاعفات مش منتهية. بيقول لك المضاعفات منتهية، لأ، لأن أنا لو ضربت 4 في 5 و4 في 50 هتطلع رقم تاني. طب 4 في 575 هتطلع رقم تاني. يبقى المضاعفات منتهية؟ لأ. العوامل منتهية؟ صح. ده تحفظه، اللي فوق ده كله تحفظه. تمام؟ تعال نشوف عشان أحسب برضو كل الورقة دي كلها قوانين مهمة جدا بالنسبة لك. تمام؟ وبرضو الفيديو الجاي انتظرني، هحل لك مشكلة المضاعف والعامل، خلاص، اللي عامله لكم أزمة. طيب تعال نشوف هنا عامل مشترك أصغر ومضاعف مشترك أكبر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه عامل مشترك أصغر ومضاعف مشترك أكبر؟ بيقول لك هنا أي عددين أوليين هيكون إيه؟ العامل المشترك الأصغر بتاعهم إيه؟ اللي اشترك معاهم إيه؟ الواحد. ليه؟ أصل الأولين أصلا هما بيتضربوا في واحد بس. يبقى عشان تحسب عامل مشترك أصغر لعددين أوليين اعرف إنه واحد من غير ما تفكر. طب مضاعف مشترك أكبر اللي هو نتيجة جدول ضرب لأي عددين أوليين أنا قايلها لك لسه ورا، اللي هي دي. ده 5 وده 7 والعددين دول أوليين، تعمل إيه؟ تروح ضاربهم. خلاص؟ يبقى أنا عندي هنا عشان تحسب مضاعف مشترك أكبر لأي عددين أوليين اضربهم في بعض، حاصل ضربهم يجيب مضاعف مشترك أكبر. تمام؟ طيب تعالى على آخر حاجة، ولو قال لك لو في عددين واحد فيهم مضاعف للتاني ويقبل الاسم عليه يبقى ده مضاعف مشترك أكبر. أنا مش فاهم المسألة دي، فهمهاني كده يا مس رغدة. يعني لو قال لي مثلا 4 و8، لو قال لك هنا في حد فيهم مين المضاعف المشترك الأكبر لدول؟ مين المضاعف المشترك الأكبر؟ تعال نسأل كده. هو يا 4، هو أنت ممكن تتضربي في حاجة تديني 8؟ ممكن تتضرب في 2 بس كده، يبقى هختار ال8. خلاص؟ تمام. يعني لو في عددين أحدهما مضاعف الآخر، وده جاي مضاعف أهو، مضاعف يعني نتيجة جدول ضرب، ويقبل الاسم على ده، اعرف إن ده هو المضاعف المشترك الأكبر. اتفقنا؟ عايزاك تحفظ آخر صفحة دي كويس جدا، تتدرب عليها كويس جدا. انتظر مني الفيديو اللي جاي، هحل لك مشكلة المضاعف المشترك الأكبر والعامل المشترك الأصغر، ويبقى سهلين جدا بالنسبة لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.